بيان إلى الرأي العام في خضم ما يشهده العالم من أزمات خانقة وعلى كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية وحرب الطاقة والغذاء. تقشعر الفاشية التركية وقوى الهيمنة العالمية عن أنابها السامة وتهاجم وتساهم مجددا في محاربة وقتل الكرد بعد فشل محاولتهم لإنهاء وجود وتاريخ الكرد عبر ارتكاب المجازر البيضاء والحمراء عبر الذهنيات القوموية الإقصائية المتعددة التي مارست وما زالت تمارس الجينوسايد بحق شعبنا ومحاولة كسر إرادته والعيش على أرضه عندما قاموا بمجازر حمراء في غاليا زيلان وديرسام وحلبشة وغيرها من المجازر. إن هذه المجازر لم ولن تكسر وتوقف مقاومة الكرد وصراعهم الوجودي عبر نضال قواها السياسية ومقاتليهم الأشاوس الذين برهنوا للقاسي والداني للصديق قبل العدو أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الهجمات التي تستهدفهم من كل الأطراف والتي تستخدم كل الوسائل في هجماتها لإيقاف الدور الريادي الإنساني الذي يقوم به الكرد لإعادة التاريخ المنحرف لمساره الطبيعي عبر التعميق والتوسيع النضال السياسي والدبلوماسي والعسكري لريادة وإجراء عملية التحول الديمقراطي في المنطقة عموما. تقوم الفاشية التركية بين الفينة والأخرى عبر مقايضات وصفقات مع دول الحداثة الرأسمالية منها السويد وفرنسا مؤخرا باستهداف الكرد وجمعياتهم ومكاتبهم أينما كانت سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، ومنها الهجوم على مركز أحمد قايا الثقافي بالتاريخ 23/12/22 في العاصمة الفرنسية باريس، وقبلها ومنذ 10 سنوات تم استهداف المرأة الكردية ودورها البارز باستهداف 3 من رفاق حركة حرية كردستان وهم سكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شيلماز في 9/1/2013 لإخافتهم وإرهاب الشعب الكردي مجددا. التاريخ يكرر نفسه بنفس الجهة المنفذة ونفس المدينة. لقد كانت مدينة باريس في الستينات مركزا لحماس وعنفوان الشبيبة الثورية، وقامت برفع صوت مطالب شعبها عاليا رفضا للحكومة الأوليغارشية آنذاك. لذلك على الشعوب الأوروبية إظهار موقفها المتضامن مع الكرد ونضالهم المشروع عبر إدانة هذا الهجوم الوحشي الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من أعضاء ورواد مركز أحمد قايا الثقافي. نؤكد نحن في مؤسسات المجتمع المدني في حلب بأن هذه الهجمات ما هي إلا مؤشرات تشير إلى أن حكومة أكابا مهبة باتت تعيش مرحلتها الأخيرة، فقد خسرت كل رهاناتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية ضد شعوب المنطقة عبر المشروع المسمى بالعثمانية الجديدة والميثاق الملي بفعل المقاومة الشاملة للكرد وشعوب المنطقة والوقوف في وجه سياساتهم وعقلياتهم التي باتت عفنة وكريهة وبات الكرد فوبيا بالنسبة لهم. إن المقاومات التاريخية دائما تفشل السياسات والهجمات التي من هذا النوع وسوف تنكسر مجددا، والتاريخ يؤكد لنا دائما أن الشعوب هي من تقول كلمتها الأخيرة. إننا في مؤسسات المجتمع المدني بحلب ندين بأشد عبارات التنديد والاستنكار تكرار هذه الهجمات الوحشية القاتلة الآتية من الذهنية الطورانية والتركياتية البيضاء والتركياتية الخضراء، ونطالب الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي بإدانة هذا الهجوم ومحاسبة مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة لنيل جزائهم. كذلك نطالب القوى الوطنية الديمقراطية والكردستانية بتوحيد صفوفها وموقفها في مواجهة هذه الهجمات التي تستهدف الكرد في كل مكان في باكور وباشور ورجلات ورجافايا كردستان. فهذه الدول عبر هذه الهجمات تحارب كل الكرد وليس فصيل أو حزب كردي أو كردستاني محدد، فهم يستهدفون الفكر والقلم والتاريخ والثقافة الكردية. ولنتذكر معا استهدافهم للدكتور عبد الرحمن قاسملو وشرف جندي والقائد أوجلان. حتى الطبيعة في كردستان مستهدفة من قبلهم بجبالها وسهولها وأنهارها. لذلك نطالب بالإسراع في عقد المؤتمر الوطني الكردستاني الشامل كمرجعية وطنية كردستانية لوضع خريطة طريق لحل القضية الكردية، وتكون جوابا شافيا للمرحلة
وردا قويا على هذه الهجمات من أعداء الكرد، فالإدانات لم تعد تشفي غليل شعوبنا السائرة في المنطقة، والمرحلة لا تقبل الهوان.